السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة السوبر دوجي أم بدر. أتمنى إن الفيديو ده ينال اهتمامكم. النهاردة بصراحة وأنا قاعدة كده فأنا فكرت إني أفضفض معاكم، مش هبقى تقيل عليكم، بس اصبروا معايا شوية شوية. قبل كل حاجة أنا هحكي لكم حكاية لاتنين ستات مختلفين، كل واحدة فيهم الحكايتين حقيقيين، كل واحدة فيهم عملت نفس الحاجة لكن بحكاية مختلفة. يعني ايه؟ الحكاية الأولى لست مصرية كانت عايشة في مصر في البداية، وبعد كده هاجرت لأمريكا، فاتجوزت واحد من الأجانب بس شخص كبير في السن. فالمهم حصلت مشاكل وحكايات وروايات ملناش فيها، بس آخر الحكاية إن الست دي بعد ما عملت مشاجرة بينها وبين جوزها ففرمته، موتته وفرمته أكلته. ده الست المصرية. طبعا الحكاية دي ممكن كتير مننا ما يعرفهاش، لكن هي حكاية حقيقية وحصلت بالفعل. قلدتها بقى واحدة ست مغربية، حصلت برضو من فترة من الزمن. حكاية حقيقية، مش حكاية من ألف ليلة وليلة. يعني الست المغربية كانت على علاقة بشاب أصغر منها بسنوات، فكانت عايشة معاه في بلد أجنبية برضو زي المساكنة يعني. ففجأة الشخص الرجل فجات له عروسة مغربية من أهل البلد، فأمه اتصلت بيه وقالت له تعالى البلد علشان أنا شفت لك عروسة. فراح بقى عشان يقطع علاقته بالست اللي هو كان ساكن معاها. فطبعا هي زعلت واتخانقت معاه والحكاية والرواية. المهم اتخلصت منه وموتته. بس هنا بقى الحكاية مختلفة، المصرية أكلته، لكن المغربية خلصت على عظامه، شفته يعني زي الخروف، ففرمته وعملت وسوت. المهم عملت منه وجبات كتير جدا. وكان في حد من العمال الباكستان يعني، فكانوا شغالين، فوزعت، نظرا طبعا لأهل المغرب بيعرفوا يعملوا أكل كويس جدا، فوزعت وجبات سريعة يعني، فيها كمية من اللحم والرز والكلام ده كله للعمال الباكستاني، عمال في الشارع. فطبعا احنا عارفين شعار كبير جدا، الحداية ما بتحدفش كتاكيت. طبعا الموضوع طبعا ايه علاقته بالكلام اللي انا لسه هقوله ده؟ لسه ما دخلتش في الموضوع، يعني احنا بنفضفض مع بعض، استحملوني. وانتوا كمان لو عايزين تتكلموا معايا في اي حاجة ياريت تكتبولي في التعليقات. اللي بيحصل في الوضع الحالي دلوقتي في مصر، فجأة يظهر لك فيديو ويقول لك ان في كمية كبيرة جدا من الفراخ اللي هي البيضة ماتت عن طريق ماس كهرباء، او ماتت نتيجة لنقص الاعلاف، او ماتت لنتيجة لاي حاجة. المهم كمية كبيرة، كم كبير هائل من الفراخ. وفجأة تبص تلاقي شوية ناس ما تعرفش بيطلعوا منين ويقولوا احنا بنبيع الفراخ دي بسعر مخفض. يعني مثلا ايه، الفرخة ب20 جنيه، البانيه بقد كده، وتلاقي عربيات مثلا اللي هي العربيات اللي هي شبه التلاجة دي وماشية بتبيع الحاجات دي بس بسعر رخيص شوية. تفتكروا الناس دي بتجيب الفراخ او بتجيب الحاجات اللي هي رخيصة وبتبيعها للشعب ازاي؟ يعني انا عايزه اقول لكم برضو المثل اللي انا بقول الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. طيب انا شفت النهارده فيديو على الفيسبوك، بس للاسف كان نفسي اطلع لكم منه مقطع فعلا والله العظيم. بيقول لك اختفاء يجي مش عارفه 11 او 111 حاجه فيها 11، اختفاء حاجه يعني رقم من الحمير. ولقوا كده زي خرابة او مزبلة فيها هياكل وعظام وروس حمير. فالجملة بقى، يعني الموضوع بقى نفسه
فين لحوم الحمير دي؟ راحت فين؟ نقطة كده. وايه، ونبتدي كده واحدة واحدة. ايه لحوم الحمير دي راحت فين؟ يعني فجأة كده لما تلاقي واحد مثلا فاتح مصمت، اللي هما بيبيعوا الكرشة والكبدة والحاجات دي، ويديكي السندوتش يعني بفلوس قليلة لا تذكر، ويقولك كده احنا بنحن على الغلابة، وده احنا كده بنبيع ببلاش. تفتكروا هي الراجل ده يعني حابب يخسر؟ بيجيبوا الحاجات دي منين؟ وعايزة اقول لكم نفس الموضوع، ان في عربيات بتبقى موجودة في أماكن معينة فيها نسبة كبيرة من الشعب، بتلاقيها بتبيع لحمة وبتبيع فراخ وكل ده مجمدة تحت شعار إنها مجمدة، وبيبيعوا بتسعيرة الجملة حاجة كده. أنا ماليش فيها، بس أنا عايزة أوصل لكم لنقطة معينة، وياريت كل واحد يعني يقرب من دماغي شوية، ولو أنا غلطانة قولولي إن انتي غلطانة. الناس دي الناس دي لما تبيع بالرخص ده، هل فعلا الحداية بترمي كتاكيت؟ حد يقولي. لما يلاقوا هياكل عظام حمير، وفجأة تلاقي في حد مثلا، ده الكلام ده في محافظة المنوفية، والمشكلة ان انا قعدت ادور على الفيديو ما لقيتوش، عشان عايزة اجيب منه مقطع، يعني انا يدوب اخدت لقطة اللي هي هتتحط في اول الفيديو. فيلاقوا عظام حمير وبيدوروا على، يعني فين، اين ذهبت اللحوم؟ راحت فين؟ لحم الحمير دي راح فين؟ دي حاجة برضو عايزة اوجه لكم النقطة دي. فاتمنى من الناس اللي تشوف الفيديو ده وتوصل معايا للدقيقة اللي انا فيها دي، لازم تكونوا بتاخدوا، اذا كان بتاخدوا لحوم، انا عارفة ان اللحوم غالية والفراخ غالية وكل حاجة غالية، بس احنا عندنا في البلد اللي انا عايشة فيها، احنا وصلنا، والله العظيم والله العظيم وحياة عيالي، وصلنا لدرجة ان ايه، بيروحوا عند بتاع الفراخ البانيه بيجيبوا ب10 جنيه فراخ، او ب15 جنيه فراخ، على حسب الامكانية بتاعت كل بيت. فاهميني؟ يعني بيجيبوا حتى بالجنيهات، يعني ممكن يكونوا بيجيبوا بالملي جرام. يعني انا عندي ان انت تروحي تجيبي بالملي جرامات فراخ من عند حد قدامك ومحل في الشارع بتاعك او في المكان اللي انت واثقه فيه، احسن بكتير لما تشوفي حد بيبيع فراخ ببلاش تقريبا وبسعر مخفض، وتقولي يعني انا كده وفرت وهجيب كميه واحطها في التلاجة، وانت ما تعرفيش ان انت بتجيبي السم وبتحطيه في التلاجة وانت مش واخده بالك. المشكله بقى ان الموضوع ده بيستغلوا عدماء الضمير، اي حد بيستغل الوضع ده، وفي الوضع اللي احنا فيه ده حاجات كتير جدا بهذا الشكل. وانا بالفيديو ده بقول للناس ما تسترخصوش، انا عارفة ان الحياة غالية وكل واحد بيمشي على قده، بس لما تلاقي محل بيبيع حاجة تقريبا سعرها مخفض، وتلاقي محل تاني بيبيعها بسعر عالي، وانتي تحسي ان في ايه وجه الاختلاف؟ اشمعنى انت بتبيع بالسعر ده الغالي وده بسعر المخفض وهو هيخسر يعني؟ لا، انا عايزه اقولك ان الحدايه ما بترميش كتاكيت.